كنت مربي كلبي اسمها ام الخير. دي اختراع مغناطيك ليبوس بتعيد برمجة الخلايا العصبية للجاموسة. انت جربته ونجح؟ حلمك تبقى مستهدف قد ايه؟ بس ما عندكش حاجة تنفذت. ازاي؟ امال بهايم البلد كلاتها اللي دايرة تعض في الناس دي مش تنفيذ؟ انتوا حطيتوا ايديكم على سوق مهم جدا. طبعا امال احنا لازم نحط على السوق كله. شايف ان محتاج تركيز شويه في حاجه معينه على الاقل تبدا بيها وتنجح فيها، بعد كده تجر الباقي وراك. ايوه اتفق مع حضرتك، بس انا شغال على اختراع هيغير مستقبل المعيز في مصر والعالم كله، وهو هجين بين المعزة والارنب، وهنطلع المعزة المأرنبة. ان انت النهارده لازم تنط قبل. بالظبط كده، لازم انط قبل ما الجاموسة تعضني، وهو ده اللي انا عملته. انما حندوجي غبي ملحقش ينط وتعض يا عيني. انا عجباني الفكرة جدا. ايوه امال دي فكرة جاية من جوه الصندوق. ولكن مش عاجبني ان انت لسه ما نطيتش. دي والله نطيت. نطيت ولا لسه؟ اهو نطيت. انت بتبيع الحاجات دي للمزرعة؟ لا انا بروح احول الجاموسة وهي بتقوم بالباقي، تقوم تدور العض في بقية الجواميس كلهم ويتحولوا. وبتعمل مكسب قد ايه؟ انا ما بعملش مكاسب، ده كلاته بعمله في الخير، ما بحبش اتكلم عن نفسي. بس لو انت بقى عندك براءة اختراع مش موجودة في حتة تانية في العالم. لا انا باخد براءة ذمة من صاحب البهايم قبل ما هجن الجواميس. مش فاهم انت ازاي مختلف عن اي حد تاني؟ طبعا انا مختلف، انا بلبس الناس وببيع لهم العلاج. حضرتك شفت قذاري اكتر من كده؟ يبقى انا مختلف ولا لا؟ لو انا مزرعة عندي 2000 بقرة تكلفني كام؟ هتكلفك حياتهم كلهم عشان هفتقهم لك، لاني جربت على اخر جاموستين وماتوا. بقى لهم قد ايه؟ لسه مفتوقين ديك النهار. 5 مليون اللي انت طالبهم دول هتعمل بيهم ايه؟ هاخدهم اعالج منهم حندوجة ضحية الاختراع بتاعي، واخد الباقي واهرب، عشان نص اهل البلد بيجروا وراي والنص التاني في العناية المركزة.